مساء الفل يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم احمد توفيق، قناه باك تو ذا بيزز فانتزي الدوري الانجليزي. فيديو النهارده عن اهم الحاجات اللي ممكن تقابلك في فرقتك او يترتب عليها شويه تغييرات ممكن تعملها في الجوله الجايه، وهي اصابه ساكا والروتيشن بتاع برايتون. اول نقطه عايز اتكلم فيها نقطه اصابه ساكا. الماتش بتاع ارسنال يا جماعه اوي في بورنموث، وبورنموث بعيده نسبيا من لندن، فطبعا الناس دي اكيد هتروح ان هي تبات هناك من ليله الماتش او قبل الماتش بوقت كافي ان انت تقدر تعرف ساكا اوريدي سافر اصلا ولا لا. فموضوع ساكا ما تشغلش بالك كتير بالتصريحات اللي بتجيلك، لان انا بسجل الفيديو في وقت ممكن اقولك على تصريح وبعد كده ممكن يحصل ابديت تاني لاي تصريح وتقرا اي حاجه تانية، فانت في الاخر خالص هتعرف ساكا سافر او لا. فما تشغلش بالك بالقصه كتير. لغايه دلوقتي ارتيتا اتكلم على حسب التوقيت اللي انا بسجل فيه الفيديو ان ساكا ممكن ما يلعبش ماتش بورنموث اوي او يغيب عن الماتش، لانه اصلا كمل وهو مصاب في الماتش اللي فات بتاع توتنهام. النقطة التانية اللي عايز اتكلم فيها هي نقطة ماتش برايتون واستون فيلا. هو اول ماتش في الجولة، يعني الديدلاين هيبقى عليه، معنى كده ان بنسبة 95% في تسريبات عن اي تشكيل. فكده كده الجولة دي هنخلع من الروتيشن بتاع ديزيربي، وهنقدر ان احنا نعرف مين الناس اللي هتبتدي اكيد ومين الناس اللي هتقعد دكة، على الاقل لاعب واحد او اتنين. بالنسبة لتشكيلتي انا الوضع هيفرق معايا جدا في التسريبات وفي موضوع ساكا، لان تشكيلة الجولة الجاية هتكون ونانا في الجون و3-4-3، خط الظهر جابرييل وفابيان شار واستبانيان واحد من الناس اللي ممكن يكون عنده روتيشن او يحصل له روتيشن مع ديزيربي. والحمد لله ان ماتش برايتون اول ماتش زي ما اتكلمت، فهنعرف استبانيان بادئ ولا لا بنسبه كبيره. نص الملعب عندي اول حاجه ساكا اللي هو علامه استفهام لغايه دلوقتي زي ما اتكلمت معاكم في النقطه الاولانيه، ولكن اكيد هنعرف هو سافر ولا لا. فمترتب عليها ان انا يا اما هلعب بساكا يا اما هنزل ميتوما الملعب لو اتاكدت ان ساكا مش موجود. امبويم ونوتنجهام فورست اواي وستيرلينج وراشفورد هصبر على الاثنين. البلان بتاعتي زي ما هي هكمل بيهم لغايه نعمل وايلد كارد في الجوله التاسعه زي ما اتكلمت معاكم في فيديوهات كتير جدا قبل كده. الهجوم عندي الفاريز وهالاند، ماتش وولفرهامبتون اواي. طبعا الكابتن لغايه دلوقتي عندي على هالاند، وممكن افكر ان انا ادخلها احطها على الفيرود الثالث بتاع اللي لسه شاري الجوله دي وهو موريس لاستهداف جولات الدبل ديفرنشال كابتن. ولكن الموضوع هيبقى صعب شويه مع هجوم لوتون تاون. تابعت ارقامهم واتكلمت عن موريس كتير ومنشنته وذكرته في حاجات كتير جدا، وهو لازال اختيار كويس جدا للجوله. ولكن موضوع الكابتنه هيبقى محتاج تفكير اكتر شويه منك، او من الاخر هو حسب المكان اللي انت فيه من الرانك. يعني انا اشوف الحكم الاول والاخير انك تلعب ديفرنشال كابتن في جوله زي دي ضد هالاند والكابتن موريس بيفترق معاك او يفرق معاك لو انت الرانك بتاعك تحت قوي وعايز تلعب ديفرنشال. لكن لو انت في منطقه كويسه حاول تحافظ عليها قدر الامكان، ولكن لو انت بعيد ممكن ترسك وتلعب ديفرنشال ضد ايرلينج هالاند. لحد هنا خلصت حلقتنا المختصره عن تشكيلتي واهم النقط اللي محتاجين نركز عليها. استنوا التسريبات هنزلها على الفيسبوك. اللي مش متابعنا بقدر ان انا احط بوستات سريعه لما اتاكد من الخبر، لان في تسريبات بتكون قبل الديدلاين بوقت كتير وبيكون المصدر بتاعها ضعيف، فما برضاش ان انا انزل اي حاجه. ولكن على الفيسبوك بنزل دايما التسريبات اللي بتكون صح قبل الجوله وقبل الديدلاين تقريبا ب 20 او 25 دقيقه. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، هيفرق معاك كتير جدا. حاول توصل الفيديو لاكبر عدد. ولحد هنا خلصت حلقتنا، اشوفكم في فيديو جديد بعد الجوله. سلام.